لو انا ميديا باير وبشتغل بقالي سنين 4 سنين مثلا وعايز احسن من نتائج الاعلان، يا ترى اعمل ايه؟ تعالوا احكي لكم شويه حاجات بسيطه لازم ناخد بالنا منها. اول حاجه لازم نركز عليها وهو الكامبين ريبورتنج. مهم جدا جدا هو موضوع الريبورتنج على ادوات ومنصات زي ماجيكس وزي جوجل اناليتكس وزي جوجل تاج مانجر وجوجل داتا ستوديو، عشان انظم تقارير الاعلانات اللي انا اشتغلت عليها قبل كده عشان اقدر اقيم الكامبين دي كانت ناجحه او لا. الخطوه الثانيه وهي مهمه جدا وهو السكيلينج استراتيجيز، ان انا ازاي ببساطه الكامبين اللي اشتغلت عليها ارجع ابص بصه اشوف اكتر حاجه نجحت معايا كانت ايه، سواء كان اد جروب ناجح معايا على جوجل او اد سيت ناجح معايا على فيسبوك. الخطوه الثالثه وكتير من الميديا باير مش بيركز عليها وهو التراكنج سيت اب، ان انا من قبل ما اعمل الكامبينز لازم اتاكد من التراكنج سيت اب بروسيس، من اول البيكسل والكونفرجن اي بي اي انتجريتد مع كل سوشيال ميديا تشانلز اللي انا بشتغل عليها او حتى جوجل ادفرتايزنج، عشان اقدر اقيس مدى نجاح الاعلان من عدمه في نهايه الكامبين. النقطه الرابعه والمهمه جدا بعد ما اتكلمنا على الريبورتنج والسكيلينج استراتيجيز والتراكنج سيت اب هي الادجستنج، لان معظم الكلاينتس اللي هيجوا لكم الفتره دي هو معظمه مش عايز يصبر عليك انك تاخد السيلز فانل من البدايه للنهايه، هو معظمه يقول لك انا مزنوق وعندي مشاكل وعايز ابيع على طول. فانا بناء على الريبورتس والخبرات اللي بقت عندي السنين اللي فاتوا وبيزد على النصائح اللي اتكلمنا عليها دي ازاي اعمل ادجستنج، يعني ببساطه شديده كيفيه تصحيح مسار الاعلان عشان احقق افضل نتيجه باقل تكلفه. فدي لازم احطها في حساباتي وانا بعمل بلان للكامبينز بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. عشان كده ركزت على تاني بعيدها تاني ايه التراكنج سيت اب، مهمه جدا جدا بجانب الاوبشنز اللي احنا اتكلمنا عليه. كل الاربع خمس خطوات دول لو نظمناهم بشكل مظبوط هيفرقوا معانا في تحسين كواليتي الكامبينز الفتره اللي جايه.